الراجل ده في ناس كتير شايفاه دلوقتي انه اصيع راجل في مصر، ارجل راجل في مصر، لانه بيشتم في اي حد، ما بيهموش حد، تحس انه ماسك سيديهات على الحكومة. لكن الحقيقة انا شايف تفسير تاني للي بيحصل. ان حوار مرتضى منصور اللي داير اليومين دول في البلد، وانه بيشتم اي حد، ومرة في الخطيب ومرة واخيرا ابراهيم فايق الاعلامي. الراجل ده عامل بالظبط زي الإلهاء. ده كارت في ايد الحكومة، الحكومة بترميه، ان الناس عندنا في مصر بتحب الفضايح. يعني تشوف اتنين مشاهير او معروفين ماسكين في خناق بعض، ده الحق ده شتم فلان، الحق ده ضرب علان، الحق ده بيقول على فلان مش عارف ايه، الحق مش عارف مين قال ايه، الحق الفنانة العلانية قالت ايه على الاعلامية الفلانية كده. عشان الناس يبقى عندها إلهاء، اما للواقع السيء اللي احنا عايشينه، واما لا قدر الله في حاجة هتحصل الله أعلم إيه هي، أو في مصيبة تانية جاية على البلد. عشان كده في لهو للناس بموضوع مرتضى منصور وشتيمة وسب وأحكام قضائية ما بتتنفسش عليه. يعني الراجل ده فوق القانون، فوق أي حاجة، فعلا محدش فاهم هو فيه إيه. فده نوع من الإلهاء. ده من وجهة نظري إن الحكومة بتلهي الناس في شغل فضايح، لأن احنا المصريين بتحب الشغل ده، لأن في حاجة جاية مش كويسة، الله أعلم إيه هي. يا رب يكون ظني مش في محله يعني، بس ربنا يستر.